مستغربه ليه بشرتك ملتهبه وانت بتنزلي في عز الظهر ومن غير سان سكرين؟ احمرار البشره والتصبغات والحمونيل كلها حاجات ممكن تحصل بسبب التعرض لاشعه الشمس من غير واقي شمس. في برضو اسباب تانية زي استعمال روتين بشره غلط مش مناسب لبشرتنا، استخدام منتجات للتقشير في البيت من غير ما نرجع للطبيب المختص، الاستخدام المفرط طبعا لمستحضرات التجميل والتعرض للشمس بيها، وكمان استخدام مستحضرات التجميل مجهوله المصدر. طيب انا ازاي اتعامل مع الحاجات دي والمشاكل دي واعالجها؟ اولا لازم استعمل واقي شمس مناسب لنوع بشرتي على حسب لو بشره دهنيه او بشره حساسه او بشره جافه. طبعا استخدام روتين البشره وبالذات للناس اللي عدت ال30 وال40 لازم روتين بشره مسائي وصباحي. كمان في معلومه غلط منتشره ان احنا البشره الدهنيه ما بنستعملهاش مرطب، لا بالعكس بنستعمل لها مرطب، بس مرطب يكون مناسب ليها. طبعا السر كله في روتين البشره المناسب ليا، عدم التعرض للشمس فترات طويله واستخدام واقي شمس طبعا لو انا مضطره اتعرض للشمس، ولو حصل اي مشكله طبعا لازم نرجع للطبيب المختص، وبلاش استعمال اي ادويه او اي علاجات مجهوله المصدر من اي مكان. طبعا استمراريه على جلسات الديرمابين بتبقى مفيده جدا، والسكين بوستر بعد الرجوع للطبيب المختص.